السلام عليكم. عمركم شفتوا عيش فينو بالطريقة السريعة؟ كنا عايزين نتعشى ومش لاقيين عيش، قلت لهم قبل ما توصلوا للمخبز اللي على أول الشارع هكون أنا عملت لكم شوية عيش بقى في منتهى الجمال وبمنتهى السرعة ومفيش أبسط من كده. المهم بس يكون عندكم 3 كوبايات من الدقيق، الدقيق ده يكون دقيق مخبوزات، عليه ربع معلقة ملح وأقلب الملح قبل ما أحط الخميرة، وبعد كده هحط معلقة ونص خميرة فورية، معلقتين سكر، ومعلقتين لبن بودر. كل المعالق اللي بشتغل بيها النهاردة معالق صغيرة. بعد كده بقى هاحط كوباية إلا ربع من المَيّة، المَيّة دي لازم تكون فترة، مش هاحطها كلها مرة واحدة، أنا هاحط مثلًا تلتينها كده الأول وأقلب كويس، لو حسيت إن العجينة قاسية أحط كمان ربع كوباية، وهي فعلًا أخدت مني كوباية إلا ربع بالضبط. طبعًا إحنا عارفين إن امتصاص الدقيق بيختلف من نوع للتاني، يعني ممكن تاخد منكم زيادة معلقتين والّا حاجة، المهم هي من كوباية إلا ربع لكوباية مَيّة بالضبط، هاعجن بقى مش أقل من 6، 7 دقايق، بعد كده أحط عليها الزيت اللي هم معلقتين أي نوع زيت عندكم. ممكن على فكرة تحطوا بدل الزيت زبدة ويبقى عيش بالزبدة طعمه حلو جدًا، المهم إن أنا هاقعد أعجن برضه 3، 4 دقايق كمان علشان خاطر العيش ما يبرولش مننا، يعني لو اتبقى مننا رغيف والّا 2 كده ما يبرولوش كده ويتفتلوا، لأ إحنا عايزين نعجن كويس أوي علشان العيش بتاعنا يطلع مضبوط جدًا، أحسن كمان من المخابز. وأنا بقى مسمياه العيش السريع علشان الخطوة اللي أنا عملتها قدامكم دي، أنا بقى مش هاخمره المرة الأولانية ولا أي حاجة، أنا هاسيبه يرتاح 5 دقايق عقبال بس ما أجيب الصواني الألومنيوم بتاعتي أدهنها بالزيت كويس أوي وأبدأ أشتغل على طول. هافرد بقى العجينة بتاعتي رول علشان بس أعرف أقطعها الأحجام اللي أنا عايزاها، وأنتوا برضه حسب الحجم اللي أنتوا عايزينه، عايزينه بقى البيتيبان الصغير، عايزين الأرغفة العادية، الكبيرة أوي، براحتكم خالص. وهامسك كل قطعة عجين بقى والفها على بعضها كده، يعني ألمها زي البقجة وبعدين أنعمها بين إيديا كويس جدا. وبعد بقى ما اخلصهم كلهم لازم اغطيهم بكيس بلاستيك عشان الوش بتاعهم ما ينشفش. المهم بس ان كل الكور تقريبا تكون نفس الحجم. واخد بقى اول قطعة عجين عشان دي اكتر قطعة تكون استريحت، اما اجي افردها بقى افردها على الناحية التانية اللي هقول لكم عليها دلوقتي. المهم ان انتوا بقى سواء بايديكم او عندكم اي نشابة او اي حاجة ممكن تفردوها، العجينة سهلة قوي معاكم وطيعة. والطرف ده تقفلوه كويس جدا عشان اثناء الخبيز ما يفتحش منكم، وبعدين ترولوه كده عشان يضيع معالمه خالص وتحطوه تحت وانتوا بتحطوه في الصينية. ركزوا معايا بقى، ناحية القفلة هي اللي تبقى ناحية فوق، أما الحتة الناعمة بقى هي اللي تبقى ناحية تحت، علشان خاطر لما نيجي نفردها كده ونقفله الناحية الناعمة هي اللي تبقى وش الرغيف. وبعد كده أول حتة بقى في العجينة لازم نضغط عليها كويس أوي زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده نرولها بقى علشان أي هوا فيها يخرج، ونقفل الطرف كويس أوي، ونقفل كمان الجنبين، وبعدين نحطها على الرخامة نقعد نعمل كده زي الرول كده علشان خاطر المعالم بتاعتها كلها تتقفل، وبعدين أحط ناحية الطرف هو اللي في الصينية من تحت. نقول تاني مفيش مشكلة، هاخد حتة عجين أخلي مكان القفلة لفوق، الناحية الناعمة هي ناحية الرخامة من تحت، وافردها وبعدين أول الطرف كده أدوس عليه كويس، وبعدين وأنا برولها أحاول أخرج كل الهواء اللي فيها، وأقفل الطرف كويس جدا، وتاني أنعمها خالص على الرخامة، وبعد كده أحطها في الصينية. وخلوا مسافات كبيرة بين الرغيف والتاني علشان هيخمر كده ويتضاعف. دلوقتي بقى هغطيها واسيبها حوالي نص ساعة، ساعة إلا ربع، ولو في الشتاء ممكن تاخد أكتر من كده. شايفين حجمها تضاعف وبقت قد إيه؟ كلها هوا. بعد كده بقى هجيب شوية حليب وادهن الوش كده عشان حاجتين، أول حاجة يديني الوش المحمر الجميل ده، تاني حاجة أنا بحب دايما حبة البركة والسمسم والحاجات دي، فأحط شوية كده على الوش هيديها طعم وقيمة غذائية عالية جدا. هاحطها بقى في الفرن اللي درجة حرارته عالية، يعني تكون مثلا 250، لو عندكم أعلى من كده كمان. المخبوزات وخصوصا العيش لازم يتحط في فرن عالي جدا. هيقعد حوالي قد إيه؟ 10 12 دقيقة. المهم إن أنتم تراقبوه، ولو لقيتوه من تحت احمر لكن من فوق لسه ممكن تشغلوا الشواية مثلا دقيقة ولا دقيقتين، لكن لو عندكم مروحة كده في الفرن بتاعكم هيحمر من تحت ومن فوق زي بعض بالظبط. وأول ما يخرج لازم نغطيه عشان بخار المية يخليه طري أطول فترة ممكنة، أو ممكن تبخوه وتغطوه، أي حاجة من الاتنين، الاتنين هيبقوا حلوين. هنا بقى عملت إيه؟ دهنت وشه بشوية زيت كده علشان يبقى بيلمع يعني، بس ممكن ما تدهنوهوش على فكرة، يعني أنا بعد كده مش هدهنه لأن لقيت إنها مش فارقة قوي، بس حبيت أعمل زي المخابز الكبيرة. المهم شايفين قد إيه طري؟ ما فيهوش لبابة من جوه خالص وجميل جدا، تيجوا تفتحوه من جوه كده تحس ان هو عامل زي الكرواسون، ما فيهوش اي فراغات. وعايزه اوريكم بس رغيف كده باظ مني، يعني بعتبر ان هو باظ، ان انا لما جيت احطه زي ما قلت لكم ما حطيتهوش على القفله من تحت، شايفين القفله طلعت من الجنب وانا ما خدتش بالي، فعمل ازاي؟ عشان كده بقول لكم ضروري تحطوا الرغيف على القفله بتاعته من تحت بالظبط. وبعدين عادي يعني بوظ ومفيش مشكلة، أنا لحد دلوقتي ببوظ، بصوا بعمل العيش بقالي سنين وسنين وببوظ لحد دلوقتي. المهم إن إحنا نتعلم من أخطائنا، بس بصوا من جوه والله جميل تحفة. وعايزة بس أقول لكم كام نصيحة كده قبل الفيديو ما يخلص على السريع. أول حاجة في العيش السريع بتاعنا ده لازم يكون دقيق مخبوزات، ممكن ينفع جميع الاستخدامات بس مش هيديكوا النتيجة الهايلة دي. وتعجنوه كتير قوي، مش أقل من 6 7 دقايق أول مرة، وبعد ما تحطوا الزيت أو الزبدة كمان 4 5 دقايق علشان خاطر ما يبرولش معاكم.
والفرن بتاعكم لازم تكون درجة حرارته عالية قوي عشان ما يقعدش فترة طويلة وينشف منكم، وأول ما يخرج من الفرن تغطوه. يا رب يكون سهل وتجربوه، ونفسي تشيروا الوصفة دي بصراحة لكل الناس علشان الناس كلها تعرف تعمل العيش بقى، ويبقى بمنتهى السهولة كده زي ما بيعملوا كل يوم الرز يعملوا برضو العيش كل يوم. وما تنسوش تقولي لي رأيكم ايه، واللي أهم من كل ده طبعا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات، وكلنا نفكر بعض عشان ناخد أكبر حسنات ممكنة. وألف هنا وشفا، والسلام عليكم.